أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق خالق السماوات والأرض وما بينهما بالحق معلم الحق والهادي إلى صراط الحق وناصر الحق بالحق وأنزل كتابه بالحق وبعث رسوله بدين الحق وصلى الله وسلم على عبده ونبيه ورسوله محمد الذي اصطفاه لحمل رسالته الخاتمة للعالمين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وأصحابه وأتباعه الصلاة والتسليم. نعوذ بالله السميع العليم القدير القاهر فوق عباده من الشيطان الرجيم إمام الكافرين والملحدين والضالين والملعونين من اليهود والمنافقين الذين جعل الله لهم نزول الدرك الأسفل من جهنم دار العذاب يوم الدين. وبعد، فلما كان النفاق أخطر مكيدة تهدم أبنية الحق في عالمي الجن والإنس وتضل وتفسد ذوي الإرادات الحرة، وآخر حيلة اتخذها إبليس لإخراج آدم وزوجته من الجنة، وجدت من واجبي أن أكتب النفاق والمنافقين أبين فيه صفات المنافقين وخبائثهم في التاريخ. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم، وأن يحميني والمسلمين من مكايد شياطين الإنس والجن من الكفرة الفجرة والمنافقين وجنودهم وأنصارهم وسائر الخائنين الفاسقين المرتدين. وأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا السفر ويبصر به المسلمين ويهدي به الضالين وينبه به الغافلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأنا أخوكم عبد الرحمن حمزة البطماني الحسيني. ما حمد سنای زحف شبوی خدای عزیز مکرش، ما صلاة و سلام سر پیغمبر و آل و اصحابه ویانی و ما حفظ خوکر بخدای خواه شر شیطان کو امام کافر توایا، امام دینسزایا، امام با ملعون کو تاریخ دا خدای لعنت و آنیه امام وایا و امام و منافقایا. اویکو رب عزت درک الاسفل د بین جهنمه د جیجوار حاضر کیه روژه قیامته. بشک و بشبه نفاق حیلکی کجی مستر ایدی تنه بنا حقیه په هدم دبه عالم جن و انسان همیشه نفاق ضرر دبینه. نفاق حریت انسان، عقل انسان فسدینه دبه دلالته. بنفاق شیطان آدم و پیرکای حواش جنت درخست نواخا پاندیه. بنفاق جبوی قاسی واجب مم سمانا واجب مملا کو ام نفاق و منافقه خلقیرا بیجن و صفات و خبائث و تاریخ دا تشتی آلین سر مسلمانا ام مسلمانا پی بحسنن خدا عمل مبگرین جبوی خواه و خدا حافظ مو مسلمانا تواب کید و حیل و منافق خبيسي خائن. خدا تعالى ريا حق شاني متبع بده أجيب براك وما نابي من ملا عبد الرحمن خلقي باطمان ما ربي عزتي كرم مرك ريا أم سيد جنسلة إمام حسين الحمد لله. در حقي
و کافر دا و منافقا دا و مفسد دا عبدالرحمن حبنك الميداني دسري كتاب خدا هناك جملة غريبة أمجوار بخوين لولا أن الإسلام حق بذاته مؤيد بتأييد الله محفوظ بحفظه لم تبقى منه بقية تصارع قوى الشر في الأرض التي ما تركت سبيل من المكر به إلا سلكته ولا سببا لإطفاء نوره إلا أخذت به ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. دبي اگر کو اسلام ندین حق بانا بالذات ندین حق بانا و اگر اسلام خدا و محافظه نکر بانا نب حفظا خودی هات بانا حفظ کرن تکسیج اهل اسلام قوتای ندما کو بوی قوتا شر سروی عرضه ده کار به حربه بکه او قوتا شری کو تبه تدبیر خستاندنا هر حیله و پیلان خود چه کرنا کو اسلام و مسلمانا سر روی عرضه بخیتنا لكن مسلمان کو هنا بقوتا و حفظ خوده هنا اسلام کو هیجی مایا برا کو اسلام دین خدایا او حیله کتکن خدا تعالی حیله کتکه حیله و البوشید درخه رب عزت اسلام و مسلمان محافظه بکن. ده فصل اول بحثا نفاق و خطر نفاق العالم اسلامي ده هناك عبارة عربية مبخوين جبوي التبرك النفاق سلوك خطير يرجع إلى عدة عناصر خلقية ذميمة. نفاق تهليكك كزحمزنا منافق تيدا دتشن سبب في نفاق هناك عنصر أخلاقي بيسن يدخل فيها الجبن وجحود الحق والطمع في المنافع الدنيوية والقدرة على الحيلة ولبس الأقنعة المختلفة وعمادها الكذب في القول والعمل. النفاق بزراويت كفيدة إنكار حقية كفيدة منافع الدنيا كفنيدة منافق قدرته كوي هيا سرحيل وبيلا منافق جلك پردا دگری سر روی خواه جلك وجهوي هنا خلقيت خابيني و تملي منافقي جلسات ضروايا منافق هم قول خدا هم عمل خدا عيشوي ضرون. وإن أخطر المصائب التي حلت بالمسلمين في تاريخهم الغابر وفي واقعهم المعاصر إنما حلت بهم عن طريق المنافقين الفاجرين الكاذبين. التاريخ مسلمان دا تشتي بهوتي دا حال حاضر إيرو دا تشتي هاتي سري مسلمان مصائب مصيبتا شريا منافقة اشترف منافقة وهاتي السريوة منافقه مدينة منورش دو وقت پیغمبر دا فازده ازیت دانه پیغمبر اهل مالاوی حتی افتراء مزن افک به بختی مزن آوید نسر مالا پیغمبر گلک جارا تدبیر کشتنا پیغمبر کرنا گلک جارا فتنه و فسادی مزن کرنا دبن و بونه دستک مشرک و کافرارا
حياتك خوش ندانه پیغمبر صلى الله عليه وسلم. لذلك كان من الواجب التحذير من النفاق والمنافقين وكشف أعمالهم في هدم الإسلام وإفساد المسلمين وخدمة أعدائهم من اليهود أو النصارى أو المجوس وغيرهم. جوي قاسي واجب مسلمانا كوج منافقة وج نفاقي خو محافظة بكن، عمل منافقة تثبيت بكن، كاتشوا إسلامي هدم تكن، شوا مسلمانا إفساد تكن، شوا خدمتش نياري إسلامي ردكن. جبوي في قاسي پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم روجا إيني بيشتي فاتحة إلا سورة منافقون تخواند. جبوي كو صحابي كرام منافق ونفاق ناس بكن خو محافظة بكن. حتى بيرك صحابي دبيم سورة منافقون جدوه پیغمبر صلى الله عليه وسلم مساح كريا ومجبر كريا روجه إينا امجي چونا خطبه كو پیغمبر صلى الله عليه وسلم بيشتي فاتحة اف سورة خواند مجدوه پیغمبر اف سورة جبر كريا. جبوي خاطري كو منافق دناوا مسلمان ديا خطراوي جاوا كافر دي دها شديد ترى. جبوي قاسي ضربوا مسألة كلغة عربية ده لص الدار لا تراقبه الأنظار. دزي مالي حياتك سجيتنا أهل مالي جي غافلن. جبوي قاسي اف نياري مي داخلي ضرر واج نياري خارجي قلق زحفتره. حتى نياري مسلمان اي خارجي كون نبدستكافا نياري داخلي به نكارن ضرر بدنا مسلمانا. جبوا في قاسي لذلك شدد الله عز وجل في كتابه على المسلمين المؤمنين لكي يحذروا من النفاق والمنافقين أبلغ الحذر. أم دميزين القرآن عظيم الشان أزلك له قرآن قسم مدنية سورة بقر سورة توبة جلك سورة كل مدينة منور نازل بنا إلا رب عزته بحثا منافقا كريا وجرى باشي قلت يحفظها خجوة بكن. سورة منافقون ده هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. نيار يا محمد حفظها خجوة بكن خده بلا خبديوا شقابي بختن. جبوي قاسي ام تف جركا ام منافقا ناس بكن وام حفظها خوا جحيلي وابكن الشر وابكن. إذا خدا تعالى حفظا ما الشر منافقا بكي وخدا تعالى واب بما بدي ناس كرن وانيخي دوش شمارا بصيرتي خدا بدي ما در حقي و منافقا دا و خائنا دا و ميتي كافرة استخبارات يهود فلها رب عزته مسلمانا الشر ومحافظة بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.